معي على الهاتف كابتن حسام حسن نجم مصر الكبير والمدير الفني الحالي لنادي الاتحاد السكندري. مساء الخير يا كابتن حسام. مساء الخير يا كابتن شوبير. مبروك امبارح. الحمد لله، الله يبارك فيك. هو الجميل في امبارح الحقيقه النتيجه والاداء، لانه الاداء كمان بصرف النظر عن الروح، لكنه الاداء كان فيه شكل فني واداء جمالي ورجولي جميل يا كابتن حسام امبارح. الحمد لله. يعني طبعا ماتش مهم جدا والنقاط المباراه مهمه جدا في الدوري عموما ونادي الاتحاد في المرحله دي. يعني كنا محتاجين ان احنا نكسب، وخاصه فريق طلائع الجيش فريق كبير ومعاه جهاز فني محترم وعندهم لعيبه كويسه. صحيح. عندهم بدائل كتير في الفتره، يعني حتى الفرقه اللي لعبت والفرقه التشكيل اللي كان قبل كده، فعندهم اكتر من عنصر مهم يعني في الفريق. فاحنا الحمد لله كان المباراه كانت مهمه بالنسبه لنا، واللعيبه بصراحه يعني كانوا في اصرار ان هم ينفذوا الشغل بتاعنا. كان في شكل فني في حته. اول مره تحس امبارح ان اللعيبه بتنفذ اللي انت طالبه يا كابتن حسام؟ والله يعني من المرات اللي احنا مش اول مره، لكن في مباريات اتعملت كويسه زي مباراه المقاولين. في ماتشات حاولوا فيها في بدايه المباراه، بداوا فيها ماتشات كتير لكنه مش كويس. لكن المباراه دي من ضمن المباريات اللي هم كان في تركيز عالي جدا من اول لحظه لاخر لحظه. نعم. وكان يعني من المرات اللي هم نفذوا بجد يعني لكن الظروف اللي هم كانوا فيها اعتقد ان النهارده كان كل المجموعه اللي كانت بره احتياطي اول مره يشاركوا مع الفريق الاول، ان هم حتى يسافروا مع الفريق الاول. نعم. من اسكندريه للقاهره. كابتن حسام، عندي قضيتين مهمين. القضيه الاولى استمرارك مع نادي الاتحاد السكندري، خصوصا مع المفاوضات المكثفه والرغبه العارمه في الشارع البورسعيدي انك تعود لقياده الفريق مره اخرى. هل حسمت امرك كابتن حسام ولا لسه؟ يعني في البدايه طبعا يمكن كون ان في الحمد لله في رغبه من ناديين كبار او نادي كبير زي النادي المصري خلال تواجدي مع نادي كبير زي نادي الاتحاد، فدي حاجه الحمد لله احمد ربنا عليها. ان في اجتهاد في شغلنا، الناس بتقدر شغلنا، ولكن وفي نفس الوقت يعني انا سعيد بعلاقتي المستمره اللي موجوده في بورسعيد مع جماهير بورسعيد او الادارات، مختلف الادارات بدايه من الحاج سيد، ان احنا يعني في تواصل. والنادي المصري من الانديه اللي هي الاولويه بالنسبه لي ان انا اكون موجود. وفي المرحله دي يمكن انا مرتبط وموجود مع نادي الاتحاد، ونادي الاتحاد بنفس الاهميه. فاعتقد ان الظروف اللي احنا موجودين فيها مع نادي الاتحاد في تعاقد، وان احنا موجودين مع نادي الاتحاد. لكن هي الامور اللي كانت في اتفاق مع وجهات نظر مع مجلس الاداره، الدكتور محمود مشاري مجلس الاداره من اول ما مسكنا، ان الفريق فيه خلل معين ومحتاجين ان احنا تطوير بعناصر مهمه جدا في على الاقل المتاح لينا في يناير، ان احنا او في ديسمبر ان احنا نجمع اكتر العدد المسموح ليه في اتحاد الكره اللي هو المتاح لينا حوالي 4 لاعبين. ودي من اول لحظه من قبل ما نخش اسكندريه، فاتفقنا على كده. ولكن طبعا الاداره بتحاول تجتهد بصراحه، لكن انت عارف المتاح حاليا مش زي بدايه الموسم. يعني المتاح حاليا للانديه طبعا نعم. في نقاط مهمه جدا ان هي ان الانديه هتوافق اللاعبين اللي انت عايزهم، ممكن يجوا نادي اسكندريه او الاتحاد. كل الكلام ده كنا طلبت من المجلس على طول الوقت، وحتى بمشاركه الجماهير الاسكندريه اللي انا بشكرهم جدا. يعني من الحاجه المهمه اللي انا شفتها في مشاركه كبيره كابتن شوبير من الجماهير الاسكندريه، جماهير الاتحاد في قرارات، يعني ان هم في مسانده، مش في قرارات، مسانده للمجلس الاداره والجهاز. فدي بتدي في حته من الألفة موجوده بصراحه. كويس. اتفقنا مع العناصر المهمه مجلس الاداره والجماهير ان المرحله اللي جايه دي الايام مش الايام، الساعات اللي جايه دي ان لازم يكون في انتداب عناصر من اللاعبين اللي احنا متاح لنا ان احنا نجيبهم. وبالفعل النادي الاداره بتتكلم مع بعض اللاعبين، لكن ناقص بعض الموافقات. فانا الحاجه الملموسه اللي انا نفسي اشوفها ان تبقى في حاجه حاليا خلال اليومين دولت، ان يكون في لاعبين جايين ان هم يكونوا موجودين مع نادي الاتحاد. طب مثلا ما علمتوا انه نادي الزمالك وافق لك على جنش وعلى بازوكا، الكلام ده صحيح؟
يعني في فعلا كلام حصل وكلام جدي من مجلس الادارتين ومجلس اداره نادي الاتحاد ونادي الزمالك ان هم فعلا في موافقه على بازوكا وجنش في الطريق، ودولت يعني دولت تعتبر يعني بنسبه كبيره يكونوا موجودين ان شاء الله. بيبقى فاضل لك 2 لعيبه، انت طالب مين بقى يا كابتن حسام؟ يعني اصلا لو اتكلمت فيه ما كانش من غير اسماء، ما خلاص مش مهم اسماء، لكنه هل النادي بيسعى بقوه وبجهد فعلا للتعاقد مع ال2 لاعبين دول يا كابتن؟ بالامانه انا شايف ان الدكتور محمود مشالي بيحاول وبيتكلم وبيوصل لي كل المفاوضات اللي بتحصل مع هذا النادي، ونادي كبير يعني مش هنتكلم، هو النادي الاهلي بالتحديد. نعم. يعني فبيحاولوا ان، لكن طبعا في وقفه على موافقه اللاعبين، وقفه على ان النادي الاهلي عنده ماتشين مهمين في المرحله اللي جايه، سواء مع دجله او احنا. يعني هو الكلام كان على موسى ايدان وعلى عمرو ورده، يعني ده منتشر يا كابتن حسام. نعم. او في حد متاح تاني هناك. نعم. كابتن يعني نعم. لو في حد من غير الناس دي متاح يبقى حاجه كويسه، لان عندنا مكان او مكانين تحت السن يا كابتن. كويس. طيب كويس. اللي هو 93 واحد. طيب كويس. ماشي. فبنحاول ان احنا حاجه زي دي تضيف يعني، لكن شفت كابتن الدوري السنه دي او الفتره اللي جايه دي او الفتره اللي فاتت ملهاش مقاييس، كل اللاعبين زي بعض، الفرق كلها في نفس المستوى، ما تضمنش مين يكسب مين يعني، نتيجه ان مستويات اللاعبين موجوده. نعم. فنادي الاتحاد قيمته كبيره، وطموحات طموحات جماهير النادي الاتحاد والاداره واحنا كجهاز، وانت عارف يا كابتن شوبير، كبيره اكتر من طموحات، يعني ان انت تتخيل انت مجرد ان يكون موجود ان تبقى في الدوري، بس ان انت عايز الفريق في المرحله دي يبقى في الدوري في ظل صراع صعب جدا، وانت شايف يا كابتن شوبير ان انت بتطلع لاعبين صغيرين، لكن محتاجين اضافات، لان المشوار 38 مباراه الدوري عموما، لكن النهارده محتاج في المشوار اللي جاي بدايل اللاعبين اللي موجودين. النهارده عندي ايقافات كتيره جدا، اللاعبين اللي موجودين المشوار اللي جاي محتاجين تدعيم، ودي انا حريص جدا، مش ليا اكتر من طموحات جماهير الاتحاد يا كابتن شوبير ومجلس الاداره. كويس. يعني خليني كده افهم من كلام حضرتك انه المجلس غير مقصر على الاطلاق، وانه اجرى او انهى مفاوضاته مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك اعطى موافقه على بازوكا وجنش في الطريق، وانه في مفاوضات جاده مع النادي الاهلي لعدد 2 أو 3 لاعبين، وان المجلس بيحاول، وانه اللي قريته كده من كلامك كابتن حسام انك ستبقى على الاقل هذا الموسم مع الاتحاد السكندري. ده انا فهمته صح ولا غلط؟ لا، ما هو في كل الحالات انا موجود في نادي الاتحاد هو مده موسم يعني في كل الحالات. يعني نادي الاتحاد نادي كبير، يعني بالعكس انا لما جيت نادي الاتحاد عارف ان النادي الاتحاد من ضمن 5 انديه كبيره في مصر. تمام. فبالتالي انا عايز اشتغل بطموحات حلو، طموحات الاداره وجماهير الاتحاد. التدعيم ده كان من اول لحظه اتفقت مع مجلس الاداره، وفي الحقيقه هم وعدوا من اول يوم جيت لحد كل يوم، على فكره من ساعه ما جينا كل يوم كويس بنشوف المفاوضات وصلت لايه. طيب يبقى كده اللي انا فهمته يا كابتن حسام انه انت تفضل البقاء هذا الموسم، هتستمر في عقدك حتى نهايته هذا الموسم مع النادي السكندري، وعندك امال ان السنه الجايه تبني لموسم افضل، لاداء افضل، لمركز افضل في الدوري العام، انك بتحترم جدا جدا رغبات جماهير النادي المصري واداره النادي المصري، لكنك بتلتزم او بتحترم تعاقدك مع الاتحاد السكندري. صح كده يا كابتن؟ مظبوط يا كابتن، مظبوط. وفي نفس الوقت انا يعني اللي هيفرق معايا في الوقت المرحله اللي جايه، بغض النظر عن ان موجود عرض من النادي المصري او غيره. نعم. على فكره يا كابتن كان في مفاوضات من منتخب عربي مشارك في منتخب في بطوله اسيا اللي جايه، لم افصح عنها وكانت رسميه عن طريق، كانوا من ضمن المفاوضات ان هم بيقارنوا معاك ومع حد معايا ومع حد تاني، لكن انا ما اتكلمتش فيها خالص، لان انا مش من هو دي، انت عارف يا كابتن شوبير. نعم. ومش هقول المنتخب ده ايه، المنتخب العراقي. ماشي، خلينا ما لازم اكون عارف، انا لو ما عرفتش. لكن انا عارف يا شوبير، لكن انا عايز اوصل يعني حتى ان شاء الله النادي المصري لو انا ما فيش نصيب ان هم قادرين ان هم يجيبوا مدرب على اعلى مستوى، لكن في النهايه يعني حضرتك بتقول لي نهايه الموسم تعاقدي طبعا مع نادي الاتحاد، ولكن من هنا لحد الايام اللي جايه ان انا لازم اشوف من هنا لحد يناير بعد نهايه فتره التعاقد الانتقالات، احس ان في حد جه، يعني ممكن الاثنين دول يجوا، لكن محتاجين تدعيم تاني يا كابتن. وانت بس بتقول ان المجلس مش مقصر.
تمام تمام، بس لازم اكون واضح وصريح مع الجماهير ان لا ان في ان الموقف اللي احنا موجودين فيه محتاجين تدعيم. ده صحيح. ممكن النهارده يعدي، ممكن يعدي. لا انا ما شفتش كمان يا كابتن مدرب خسران من نادي النصر والجماهير بتطالب بيه بقوه. ده يبقى اذا في كيمياء طيبه بينك وبين جماهير الاتحاد السكندري. مظبوط يا كابتن، امر محترم. طيب خلاص، حاجه كبيره يعني. دي حاجه كبيره. اذا الان نستطيع ان نؤكد ان الكابتن حسام حسن باقي حتى نهايه الموسم مع نادي الاتحاد السكندري، ولكنه يتمنى تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين عشان الفتره المقبله باذن الله عز وجل نجد كل مسانده سواء من جمهور الاتحاد السكندري او من اداره الاتحاد السكندري. ده القضيه الاولى. القضيه الثانيه خلينا اكلمك فيها لانه الان 5 اسماء تتردد مصريه لتدريب المنتخب الوطني المصري، بعد ما اعتقد ان قصه المدرب الاجنبي بقت بعيده شويه. اسماء دون ذكر يعني دون ترتيب، يمكن خلينا اقولها بالسن، مثلا كابتن حسن شحاته، كابتن حسام البدري، كابتن طارق العشري، كابتن حماده صدقي، كابتن حسام حسن، بقولها بالسن فقط لا غير. هل بدأت تفكر في هذا الامر يا كابتن حسام؟ وهل من طموحاتك، وانا نفسي تيجي لي ضيف لان امبارح كان عندي الكابتن حسام البدري وقال كلام كويس قوي وكلام محترم جدا، وعايز استضيف حضرتك وباقي هذه الاسماء اللامعه الكبيره عشان الناس يعني تتعرف على فكركم. يعني اكيد من ضمن طموحاتك، لكن حد فتحك، حد كلمك، ولا لسه الامر كله اجتهادات صحفيه؟ والله في بدايه الشهور طبعا انت قلت اكيد من طموحات اي واحد مصري انه يكون يخدم مصر في اي مجال يعني، وخاصه لما يكون انت واحد من الناس ومجموعه احنا اشتغلنا مع بعض كتير واحنا بنلعب، ان انت عرفت يعني ايه معنى فرحه الجماهير المصريه، وعرفت معنى ايه الطموحات، الوصول للطموح للاهداف اللي هي رئيسيه اللي احنا اتعلمناها من مدربين قادرين زي كابتن جوهر. فالاهداف موجوده، عشناها وجربناها ووصلنا لها، سواء كاس عالم او كاس او حتى مع الانديه الكبيره زي النادي الاهلي والزمالك. وبالتالي انا يعني اذا ارادت الكره المصريه ان تحتاجني في مرحله مهمه زي مرحله، انا بقول مفترض طرق الكره المصريه، ان اختيار ان انت تكون تيم يشتغل لكاس العالم اللي جاي وكاس الامم اللي جايه، فمحتاجه شغل وطموحات معينه، ومحتاجه رؤيه معينه ورؤيه فنيه، ان انت تقدر ان انت تكون فريق مختلف العناصر من الاعمار ومختلف الانديه، ان انت تقدر تشوف الناس كلها كويس وتدي بدون مجاملات. كل الكلام ده اذا ارادت الكره المصريه والمسؤولين عن الرياضه وكره القدم بصفه خاصه ان هم محتاجين ان انا اكون موجود، فانا يشرفني ان انا اكمل ما بداناه احنا في اجيال كتيره، سواء ما قبل 86 او 90 او لفتره التسعينات والالفينات اللي انا اشتركت فيها لحد نهايه 2006 في كاس الامم. فانا اتمنى عندي طموح ان انا اكون موجود مع المجموعه اللي حضرتك، الاسامي الكبيره العظيمه اللي حضرتك قلتها، كلهم عندهم طموحات، ولكن انا بعد التجارب اللي انا سواء لاعب او تدريب في مع مختلف الانديه، مختلف يعني قمه البطولات، او ان انت ممكن تاخد بطولات مع وانت بتدرب، لكن الصعب ان انت تكون فرق، الصعب ان انت تختار لاعبين صغيرين، الصعب ان انت تنتقي خطط فنيه للاعبين اللي هم صاعدين، ان انت تكون منتخب زي منتخب الاردن قوامه فريق جديد، وان هو يصل لكاس اسيا في استراليا للمره الثالثه في تاريخه بعناصر جديده بدون خساره، وتوصل الترتيب الاردني المنتخب الاردني لل 51 والرابع عربيا والرابع اسيويا. فانا هي ده السي في بتاعي، ان انا اشتغلت مع كل الانديه في صعوبات كبيره، المصري والزمالك والمقصه والصالات والمصري تاني، واخيرا الاتحاد بتشتغل عايز تقيم المدرب تشوف الادوات اللي هو اشتغل فيها، هل هي المدرب بيخلق حاجه جديده، ولا هي العناصر هي بتساعده بس؟ فلازم لو ليك دور فهي ده التقييم مع اللعيبه مع المدربين العظام اللي حضرتك قلت عليهم. وفي النهايه صدقني يا كابتن، انا سلام على الله، يعني انا كل اللي انا عايزه ان انا اذا احتاجتني اتحاد الكوره او الكوره المصريه فانا موجود. طيب. اذا حد مسك تاني فكلنا وراه طبعا. اكيد. اتفضل يا كابتن. لو انت مدير فني لو وقع عليك الاختيار هتشتغل بنفس الجهاز المعاون اللي معاك ولا هيبقى فيه تغييرات؟ يعني اكيد انا اولا في النهايه في البدايه يا كابتن، انا من الناس اللي هي ليها الحظ ان انا اشتغلت مع الجهاز المحترم اللي معايا، وحتى الناس اللي كانت معايا ومش موجوده، اعتقد ان في خبرات
لا تقدر بالثمن يا كابتن لما حضرتك تشتغل في بطوله اسيا في الكره الاسيويه، وفي نظام تاني وتنظيم تاني ومدربين عظام انت اشتغلت قصادهم في اورجواي وكولومبيا اسيا كلهم. يعني اعتقد ان الخبرات دي لازم مصر تستفاد بيها. فالجهاز كله قدم اقصى حاجه والناس اشادت بيه هناك، وصلنا للطموح واهداف معينه. فبالتالي وعندهم خبرات وقارينا اللاعبين اللي موجودين في مصر. كل الناس اللي موجوده قاريه اللعيبه، فكلنا شغالين في اطار واحد في خط واحد. فطبعا يعني انا اتمنى ان هم يكونوا موجودين، بس طبعا الكلام ده سابق لاوانه. ودايما يا كابتن شوبير زي ما انت موجود معاك ستاف مهم جدا ومحترم في القناه، بتاخدهم في اي مكان لان شغلك بينجح بيهم. يعني انت بجانب موهبتك فلازم تكون حريص على حد يكون عارف اسرارك، عارف شغلك، عارف تفكيرك. يعني طبعا الموضوع ده سابق لاوانه، لكن في النهايه اتمنى التوفيق لكل المصريين. طيب سؤالي الاخير، حسام حسن لا يعمل الا مدير فني، يعني لو جابوا مدير فني اجنبي على اعلى مستوى، هل وقالوا حسام حسن تبقى مدرب مساعد معاه توافق، ولا انت خلاص سكتك بقت واضحه انك مدير فني وخلاص؟ والله انا يعني انا ادي لك السؤال ده كابتن شوبير. يعني انا بعد الحمد لله ما استفدت بالخبرات، انا وبعدين الناس متخيله ان احنا سننا صغير. يعني الحمد لله في التدريب ممكن يكون سن صغير، 48 سنه او 47 سنه مش صغير. المرحله اللي احنا كانت مصر ماشيه فيها في الاخيره ان انت بتدي كوادر وفي افكار جديده. يعني مع احترامي كل المدربين اللي حضرتك قلت اساميهم، انت دلوقتي في السن اللي هو لو انت ما اديتش دلوقتي وان انت تقدر تحفظ وانت واقف على رجلك صح وبتتحرك صح مع اللاعبين وبتقدر ان انت تبقى في حيويه، هي دي المرحله اللي مصر محتاجاها في كل حاجه. انا النهارده لما اشتغل مع اللاعبين زي ما انا بشتغل مع اللاعب الصغير والكبير، بحفظهم في الملعب او في محاضرات او في اي الشغل اللي هنعمله. فكل الكلام ده دلوقتي لو انا بعد كده هنشتغل امتى يعني؟ او ان انا ممكن. طيب يبقى انا كان سؤالي في الاجابه، قلت ان حسام لا يصلح الا ان يكون مديرا فنيا، وما كنتش احب اسمع منك اجابه غير دي. خليني اقول لك تعليق مهم يا كابتن حسام، انه الحقيقه الناس استحسنت جدا المشهد اللي حصل بينك وبين الكابتن حسن شحاته في مباراه الاتحاد السكندري والمقاولون العرب. كان البعض متخيل انه في حساسيه، في مشكله، في حاجز، ولكن اتضح انه انتوا كبار جدا وتعاملتوا مع الامر بمنتهى الاحترام، واعتقد ده لقى احترام عند الناس كلها يا كابتن حسام. كابتن شوقي احنا من الاجيال اللي اتعلمت، وحضرتك كنت واحد من الناس اللي احنا اشتغلنا مع بعض ولعبنا مع بعض وعشنا مع بعض. احنا اتعلمنا احترام الكبير. كابتن حسن شحاته قيمه كبيره، وعمري ما اقدرش اختلف مع اخ او اب اكبر مني. المفروض اني في كل المجالات وفي الشارع حتى. انا لما باجي اتكلم، لما اشوف لعيب كبير اكبر مني او كان في جيل قبل مني، ما بقولوش غير كابتن لحد النهارده. وانت عارف علاقتنا مع بعض ازاي يا كابتن شوبير. يعني اي لاعب في مصر كان اقدم مني، فانا اتعودت من صغري، من وانا ما اتربينا وطلعنا في النادي الاهلي من الناشئين لحد تربيتنا، من بدايه تربيتنا في البيت لازم حضرتك ولازم كابتن ولازم. فدي كابتن، وما بالك بقى كابتن حسن شحاته من الناس اللي انا بعشقها وهو بيلعب كوره. وانا صغير كنت يعني من الناس المهمه جدا في نادي الزمالك وفي الكوره المصريه. فبالتالي كابتن حسن انا يعني في كل يعني حاجه انا يعني بحترمها، واحد بحترمه جدا من ضمن الاجيال اللي فاتت. فاضل لي سؤال اخيرا للجيل اللي انا اخيرا بيك يا كابتن شوبير. طيب سؤال بقى اخير، لو لم يقع الاختيار على حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، ترشح مين من المدربين المصريين يكون مدير فني لمنتخب مصر؟ اكيد حضرتك زي اسم من اللي حضرتك قلتهم، يعني اكيد انت قلت مجموعه كلها تستحق ان تكون موجوده، وكلهم عندهم الطموح، وطبعا دي في النهايه هنبقى في ظهر اي حد خاصه مصري او حتى اجنبي، لان احنا لكن ما بتقولش اسم معين، ما بترشحش اسم معين. ما حضرتك قلت اساميهم كلهم يا كابتن. يعني المجموعه دي طبعا اكيد مش هتطلع من المجموعه. طيب انا عندي اقتراح ليك عشان تحل ازمه المصري، ابعت ابراهيم واكتب على صدره حسام حسن، تخلص القصه. ما انا قلت لك المجموعه كلها بتشتغل في حته واحده يا كابتن. ربنا يوفقك كابتن حسام، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القائمه.